شوية دقيق وحتة جبنة، يلا عشان نعمل باتيه بالجبنة بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة. على نص كيلو من الدقيق نزلت برشة من السكر، معلقة من اللبن البودر، رشة من الملح، معلقة صغيرة من الخميرة، وثلاث معالق من الزيت. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهكمل عجن بلبن دافي او بمية دافية زي ما تحبوا. كونت عندي عجين، هغطيها واسيبها تتخمر في مكان دافي. بعد ما حجمها اتضاعف هرش الرخامة بشوية من الدقيق، وهنبدأ نفرد العجينة على شكل مستطيل. بنشيل بعد كده كل الزوائد وبنبدأ بنقطعه على شكل مستطيلات زي شكل الباتيه، عشان نبدأ بعد كده نحط فيه الحشوة ونحشيه. اي نوع جبنة عندكم انتوا بتحبوه، سواء بيضة او اسطنبولي او براميلي، تقدروا تضيفوا منها في الحشوة. بضيف جزء كده من الحشوة، اهم حاجة بقفل الاطراف كويس جدا عشان الحشوة ما تخرجش بعد الخبز. بكملها لف بالشكل ده. بنخلص كل الكمية وفي صينية مدهونة بشوية من الزيت. بسيب الباتيه لحد ما يتخمر وحجمه يتضاعف. شوية لبن عليهم رشة قهوة، قلبتهم مع بعض وبدهن وشهم. وبنرش الوش بعد كده بشوية من حبة البركة او السبسب، او ممكن كمان تسيبوهم سادة. هدخلهم فرن متسخن على الشبكة لحد اما يحمر من فوق ومن تحت ويستوي. اهم حاجة بعد ما يخرج نغطيه بفوطة عشان يفضل طري وهش من جوه. واستمتعوا بيه مع كوباية الشاي بلبن الصبح. لازم تجربوه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وبس كده.